خلاص كده. دول او الثلاث امهات الموجوده، الام الحنون والام العنكبوتيه والام الجافيه. الحبل الشوكي هو عباره عن قلنا النخاع او بلة طويله موجوده داخل العمود الفقري، وبرده هو كمان بيحمي الحبل الشوكي بتاعي ده. انا عندي الحبل الشوكي، انا عندي الفقرات بتاعتنا، عندنا اللي هو خمس فقرات عنقيه، وبعدين 12 فقره اللي هو الصدريه، وبعد كده عندي 5 فقرات اللي هم عنقوديه، وكمان في اللي هو 5 مش اسمه، وفي بعد كده عندي اللي هو العصعوص او القطنيه، وبعد كده العصعوص. يعني هم تاني فقرات عنقيه و12 فقره، وبعد كده 5 عنقيه يعني و12 صدريه، وبعدين 5 في 5 وبعد كده 1. 5 عنقيه و12 صدريه والقطنيه دلوقتي انت الحبل الشوكي ده هو برضه بيبقى جواه ماده عندنا زي مخنا بالظبط، يبقى فيه ماده بيضاء وماده رماديه. هو الحبل الشوكي برضه فيه الماده البيضاء والماده الرماديه. طيب ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو في عندي جذرين او موجودين في الحبل الشوكي جذرين، الجذر الحركي وده اللي بينقل الحركات من الدماغ لاجزاء الجسم، وجذر حسي اللي هو مسؤول عن ردود الفعل المنعكسة أو المنعكسات. المنعكس هو رد فعل عضلي لا إرادي نتيجة مثير حسي. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا دلوقتي جيت مسكت حاجة سخنة، تفضل ماسكها ولا تلاقي نفسك بترفع إيديك؟ أنت بتبدأ تفكر ترفع إيدك ولا لأ؟ ولا أنت لا إراديا بتلاقي نفسك رفعت ايديك؟ او لو انت دوست على حاجه فيها دبوس مثلا شكك في رجليك، او اللي انت مثلا حدفك بحاجه تلاقي لا اراديا تقفل عينك. يعني ده المنعكس هو رد فعل عضلي لا ارادي نتيجه مثير حسي. نتيجه مثير حسي. فعشان كده هو الحبل الشوكي ده متكون من اعصاب شوكيه 31 عصب. 31 عصب شوكي. خلاص كده. الاعصاب دي هي مسؤوله عن الحركه والحس. ان في عباره عن الاعصاب ديت جواها